واهلا بيكم في قصة جديدة وملخص جديد. حكايتنا النهاردة مليانة شوية حركات اكشن وشقلباظات من اللي قلبك يحبهم، وكمان يا سيدي فيها شوية رومانسية وحب من اللي انا وانت بنحبهم. فكمل معايا للاخر علشان ما تفوتش اي حركة اكشن كده ولا كده. وقبل ما نبدأ يا ريت تدعمنا بلايك وكومنت لذيذ وتشترك في القناة، عشان دعمكم ده هو اللي بيشجعنا ويخلينا نكمل ونستمر. وبس كده يلا بينا. بتبدأ حكايتنا مع عيد اللي بسم الله الرحمن الرحيم كده في بداية الأنمي بيطرد من فرقة الأبطال، وأول حاجة قالها له القائد: إحنا خلاص ما بقيناش محتاجينك، ووجودك ما بقاش مهم في الفريق معانا. رين من الصدمة مش عارف يقول إيه، فبيسأل القائد: طب أنا عملت إيه عشان تطردوني؟ ردت عليه بنت صفرة من جواها كده وقالت له: المصيبة إنك ما بتعملش حاجة، وجودك معانا ملوش أي 30 لازمة زي قلتك، ودورك كمروض وحوش ملوش قيمة. رين بيسمع الكلام وهو مصدوم، وبياخد بعضه ويمشي وهم بيضحكوا عليه. بعدها بيقعد في مكان كده وبيفضل يفكر: طب أنا هعمل إيه في حياتي بعد ما خسرت كل حاجة، شغلي وبيتي وحياتي؟ وفي أثناء ما هو بيفكر بيجي شوية أطفال بيحبوه، فبيسألوه: هو أنت هتطلع مهمات إمتى؟ رين ما بيعرفش يرد عليهم وبيتوه في الكلام. الأطفال بيطلبوا منه إنه يعمل لهم عرض، فبيوافق وهو مبسوط، وبيعمل العرض على نسر طاير وبيخليه يقدم لهم التحية. الأطفال بيفرحوا قوي وبيقولوا له إن هم هيطلعوا مروضين وحوش زيه لما يكبروا. وين كان مبسوط قوي من اللي بيسمعه، وبيسمع طفل منهم بيقول إن هو هيبقى مغامر لما يكبر. رين عجبته الفكرة قوي، فراح يقدم في النقابة علشان يبقى مغامر. والبنت اللي هناك بتقول له: قبل ما نديك الرخصة علشان تبقى مغامر لازم نعمل لك اختبار، والاختبار هيكون إنك تقتل 10 غيلان وتجمع 10 أعشاب طبية. رين قال لها: بس كده تمام. فبيطلع يجري على الغابة وبينجح بكل سهولة إن هو يقتل ال10 غيلان ويجمع الأعشاب اللي هم عايزينها، والدنيا لحد هنا ماشية تمام قوي. بس فجأة بيسمع صوت بنت بتصرخ جوه الغابة، فبيرمي كل حاجة في ايديه وبيجي على مصدر الصوت علشان يلحق البنت. وأول لما بيوصل بيلاقي النمر بيهجم على بنت وخلاص هيقضي عليها، فبيطير عليه علشان يكسره، بس للأسف السكينة بتاعته هي اللي بتتكسر. النمر اتعصب جدا، وبدل ما كان هيقتل البنت راح على رين علشان يقتله هو. رين بيقول: مش مهم اموت، اهم حاجة البنت تنجو بحياتها وتهرب من هنا. بس بالعكس بنلاقي البنت ما هربتش وبتجمع كل قوتها وبتطير في الجو وبتنزل على النمر وتبططه في الارض. رين واقف مصدوم ومش عارف القوة دي جات لها ازاي، فبيبص لها ويركز معاها وبيعرف كل حاجة، وبيعرف ان البنت دي بتمتلك قوة روح القط، ودي قوة قوية جدا ونادر وجودها في العالم. بتعمل ايه هنا دي؟ ولسه متنح لها، وبيلاقي النمر بيختفي والبنت دي بتقع من عليه، فبيجي عليها بكل سرعته وبيلحقها، وبيقول لها وهو مخضوض: مالك؟ البنت بترد عليه وبتقول له: انا جعانه. رين واقف مزبهل ومش فاهم حاجه، بس بيجيب لها الاكل. البنت بتاكل وبتظبط الزباطيط و100 فل وعشر، وبتبدا بتعرفه على نفسها وبتقول له ان اسمها كناري. فرين بيسالها: انت بتعملي ايه هنا؟ فكناري بتقول له: علشان افراد الفصيله بتاعتنا قليلين جدا، فاحنا بنعيش لوحدنا في الجبال، والحياة في الجبال صعبة جدا وأنا ما قدرتش أستحملها، وعشان كده قررت إن أنا أسيبهم واكتشف العالم وأدخل في مغامرات جديدة. بس يا سيدي احكي لي أنت بقى إيه اللي جابك هنا؟ رين بيبدأ يحكي لها على كل اللي حصل وعلى اللي فرقة الأبطال عملوه فيه. كناي ساعتها بتتعصب جدا وبتبدأ إن هي تشتم القائد والفريق بتاعه كله. رين أول لما بيشوفها اتعصبت علشانه بيفرح جدا وبيبدأ يشكر فيها. كناي كمان كانت مبسوطة جدا وطلبت منه إن هو يروضها. رين سمع الكلمة وهو مصدوم، بيقول لها: روضك إزاي يعني؟ أنت الفصيلة بتاعتك فصيلة نادرة وقوية جدا، وأنا قوتي على قدي، فأكيد يعني مش هينفع. كناي قالت له: لأ أنت مش فاهم، أنا أول لما شفتك جسمي كله ترعش وحسيت بحاجة غريبة جدا، أنت قوي جدا وهتقدر إن أنت تروضني. رين بيفكر وبيقول إن أنا لو قدرت أروضها هتكون مساعدة كبيرة ليا، بس أنا خايف أكون كده بستغلها، أنا عايزها بس تكون معايا ومش عاوز حاجة تاني. بس في الآخر بيبدأوا إن هم يعملوا طقوس العقد والعقد بيتفعل. كناي بتفرح جدا وبتقول له: إحنا كده أرواحنا بقت متصلة ببعض للأبد. لأن هو كمان بيكون مبسوط وبيسلم عليها، وبيستعدوا هما الاتنين لبدء مغامرات جديدة مع بعض. وركز معايا بقى عشان إحنا داخلين على التقيل. بيروح بعد كده رين على النقابة وبيدي للبنت اللي هناك الحاجات اللي هو جمعها. البنت بتبدأ تهنيه وبتقول له: أنت كده فهمي نظمي رسمي بقيت مغامر. رين بيبقى مبسوط جدا والبنت بتديله المكافأة. بعدها بيروح على كناري اللي بتكون مبسوطة بيه جدا، وبتبدأ تبارك له إنه بقى مغامر. بس في الوقت ده واحد من اللي موجودين في النقابة بيشوف كناري وبيعجب بيها، فبيروح عليها علشان يكلمها.
بس كناي ما بتدلوش وش. ريم بيحاول يوزعه بالطريقة بس الواد بيتعصب عليه وبيشتمه وبيقول له اطلع انت من الحوار ده. كناي ساعتها بتتعصب جدا وبتقول له اوعى تشتمه، انا وهو فايق مع بعضينا. الراجل بيبدأ يضحك باستهزاء وبيقول لها انت مع الضعيف ده؟ كناي بتقول له لا ده مش ضعيف، ده ممكن دلوقتي يطبق لك وشك. الراجل بيقول لها خلاص ماشي، خليه يلعبني ريست ونشوف مين اللي هيطبق وش التاني، ولو كسبني انا هبعد عنكم، اما لو انا كسبت انت هتبقي بتاعتي انا. ريم بيتعصب جدا من اللي قاله الراجل وبيروح عليه وبيبدأوا ان هم يمسكوا ايد بعض علشان يلعبوا. وفي ثانية إلا ثانية ريم بيكون مكسر دراع الراجل والترابيزة اللي تحتيهم كمان. وبنعرف ان بعد ما عمل العقد مع كناري بقى عنده طاقة زي اللي عندها بالظبط. ده كده 100 فل و10. البنت بتاع النقابة بتروح عليهم وبتبدأ ان هي تعتذر لهم عن الراجل ده عمله، فبيقولوا لها خلاص ولا يهمك، وبيروحوا هم علشان يشوفوا مهمتهم. واثناء ما هم في الغابة كناري بتسمع صوت غريب جدا، واول لما بيروحوا على مصدر الصوت بيلاقوا عصابة كبيرة ملمومة على تاجر عجوز وشكلهم هيخلصوا عليه. كناري بتعرف العصابة دي وبتقول لرين دي عصابة خطيرة جدا. رين قال لها بس لازم نلحق الراجل. كناري قالت له يلا بينا، وطاروا هما الاتنين يهجموا على العصابة. كناري راحت على التاجر عشان تطمن عليه، ورين شغال ضرب شمال في يمين وفين يوجعك ومحدش قادر عليه. كناري واقفة بتتفرج عليه ومش عارفة تبعد عينيها عنه، وبتقول هو ايه اللي بيحصل؟ انا مالي مشدودة ليه كده ليه وقلبي بينبض بسرعة؟ ووشها هو كمان بيبدأ يحمر وشكلها كده الصنارة رمزت وبدأت تحب. ريم بعد ما بيفنش العصابة كلها بيروح عليها وبيقول لها هو مال وشك أحمر كده ليه؟ كناري قالت له لا مفيش حاجة ما تشغلش بالك، بس قولي انت ضربت العيال دول كلهم ازاي؟ فرين قال لها عشان انا مروض وحوش فلازم اتدرب على القتال كويس جدا علشان لو بروض وحوش خطيرة ولا حاجة. كناري قالت له ماشي. وبعدها بيروحوا على التاجر وبيسألوه ايه اللي مخليك مسافر لوحدك يا عم الحاج؟ الدنيا ما بقتش امان زي الاول. الراجل العجوز بيقول لهم ان هو كان مأجر 3 معاه، اول لما شافوا العصابة خدوا ديلهم في اسنانهم وقالوا يا فكيك. ريم بيقول له خلاص يا عم الحاج المهم ان انت كويس. الراجل العجوز بيقول له انتوا لازم تهربوا من هنا بسرعة علشان العصابة دي عصابة كبيرة جدا، ولو عرفت باللي انتوا عملتوه مش هيسيبوكم غير لما يخلصوا عليكم. ريم بيقول له يبقى لازم نتغدى بيهم قبل ما يتعشوا بينا. وفعلا ريم بياخد كناري وبيروح على المكان اللي العصابة مستخبية فيه. ريم بيبدأ يوجه كلامه لكناري وبيقول لها ارجع على المدينة وخلي الفرسان كلهم يجوا هنا علشان يلموا الجثث. كناري بتسمع كلامه وبتروح فعلا على المدينة. ريم بعدها بيجيب نحلة كده وبيبدأ ان هو يروضها، والنحلة دي لو قرصت واحد بتخليه يفقد أعصابه لمدة 12 ساعة. على الناحية التانية بقى بنعرف ان ال3 اللي سابوا العجوز وهربوا هم اصلا اعضاء في فرقة الابطال اللي رين اتطرد منها. البت الصفرا بتبدأ توجه كلامها لواحد من اللي هربوا وبتقول له انت ازاي ما مسحتش الغابة كلها كويس عشان نعرف ايه اللي فيها؟ مروض حيوان واحد بس وفاكر ان هو هيعمل حاجة؟ يا اخي اقل واجب كنت روضت 10. الواد بيتصدم جدا وبيقول لها اروض 10 ازاي؟ دي حاجة مستحيلة جدا، واكتر واحد اعرفه ان هو روض وحوش كان مروض 2 بس. البت ساعتها بتبدأ تفتكر رين اللي كان بيروض اكتر من 20 حيوان في وقت واحد وبيتحكم فيهم بكل سهولة. البت بتتعصب على الواد جدا وبتقول له اجري خلص المهمة بدل ما اخلص عليك حالا. الواد بيتعب وبيسيبها ويطلع يجري. في الوقت ده بقى رين ما روضش وحش ولا 20، ده روض 100 وحش وخلاهم كلهم يهجموا على العصابة، وكل العصابة وقعت على الأرض فقد أعصابها. وفي الوقت ده كناري بتوصل ومعها الفرسان وبيبدأوا يجمعوا في العصابة ويحبسوهم. بس فجأة بيلاقوا وحش ضخم جدا بيهجم عليهم وبيكسر في كل حاجة قدامه ومش سايب حد على الأرض. بس أكيد رين وكناري مش هيعدوها له كده بالساهل. رين بيطير على واحد منهم وبيديله بوكس وبيشقلطه، وكناري بتطير على التاني وبتخليه يحصل صاحبه. بس الوحوش عمالة تكتر وبتطلع من كل حتة. رين ساعتها بيطلب من كل الناس ان هم يطلعوا بره الكهف، وهو وكناري هيخلصوا على الوحوش ويحصلوهم. الناس كانت واقفة وقلقانة عليهم بس بعدها بيوافقوا وبيطلعوا. رين وكناري بيجروا على الوحوش وبيجمعوا كل قوتهم وبينزلوا على الوحوش شمال في يمين هوب دبل كيك وفين يوجعك. الناس في الوقت ده كانوا واقفين بره وقلقانين جدا على رين وكناري. بس في الوقت ده رين وكناري بيطلعوا من الكهف بعد ما قضوا على كل الوحوش وخلصوا عليهم. الناس أول لما بيشوفوهم بيفرحوا جدا وبيجروا عليهم. رين وقتها بيبدأ يفتكر في حاله من كام يوم وحاله دلوقتي، وبيقول لكناري انت السبب في كل ده، وبيبدأ ان هو يشكرها. وكناري وقتها بتبصله وبتفرح جدا من كلامه. وبيعدي اليوم وبيروح النقابة وبيقبضوا المكافأة، وبيبدأ ان هو يدور على مكان يبات فيه هو وكناري، وبيروحوا على فندق ومش بيلاقوا فيه غير أوضة واحدة فاضية. رين وقتها بيكون مكسوف جدا من كناري ومش عايز ينام معاها في نفس الأوضة،
فبيلم حاجته وبيطلع علشان ينام بره. بس قبل ما يطلع كناي بتلحقه وبتمسك ايده وبتقول له رايح على فين؟ انت هتنام هنا. ريم بيقول لها ما ينفعش، مهما كان انت بنت وانا راجل، احنا لسه عارفين بعض امبارح وما ينفعش تثق فيا بالسرعه دي. كناي بتقول له انا وثقت فيك علشان حسيتك شبهي وشخص طيب، انا مش هبل عشان اثق في اي حد كده وخلاص، وبعدين انت السيد بتاعي وما ينفعش اسيبك تنام بره. ريم بيقتنع بكلامها وبيقول لها خلاص ماشي هنام هنا. واثناء ما هم نايمين كناي بتفضل تبص لريم وبتفتكر كل الاحداث اللي حصلت لها، وبتفتكر كل الناس اللي حاولوا يستغلوها ويستغلوا قوتها، وبتفتكر كمان كل اللحظات الصعبة اللي عاشتها. وبعدين بتفتكر رين اللي انتشلها من كل ده وكان بيتعامل معاها علشانها هي مش علشان يستغل حاجة فيها، وكانت مبسوطة جدا وهي بتفكر فيه. تاني يوم بيروحوا على النقابة والبنت بتاع النقابة بتقول لهم في مهمة صعبة وخطيرة، في وحش على الجسر الكبير عمال يخلص على كل الناس ومحدش قادر عليه، واللي هينجح ان هو يخلص على الوحش ده ليه مكافأة كبيرة جدا. رين عشان مادي حقير أول لما بيسمع سيرة المكافأة بيوافق على طول، وبياخد كناري وبيروحوا على الجسر وبيبدأوا يدوروا على الوحش. كناري أول لما بتبص في السماء بتشوف تنين ضخم جدا، أول لما بتشوفه بتترعب جدا، وفجأة التنين بيشوفهم وبينزل على الأرض قدامهم. بعد ما التنين بيشوفهم وبينزل على الأرض فجأة بيتحول لبنت وبتقول لهم كويس إن انتوا جيتوا علشان كنت مستنية أي حد أتسلى عليه، بس قبل ما أتسلى أحب أعرفكم بنفسي، أنا تانية شبيهة التنين، واحدة من أقوى الفصائل على الأرض. رين أول لما بيسمعها بيتصدم جدا وبيسألها سؤال ساذج كده وبيقول لها هو أنت اللي بتقضي على الناس اللي بتيجي هنا؟ فبتقول له أيوه أنا اللي بعمل كده، ودلوقتي يجي دوركم انتوا علشان أخلص عليكم. وبتهجم على رين بكل قوة، بس رين بينجح إن هو يصد الضربة بتاعتها. فتانية بتقول له الله ده أنا كده عاملك معاملة خاصة بقى، وبتهجم هجمة تانية بس المرة دي بتطلع نار من بقها وبتيجي في كناي ويا عيني ديلها بيولع. فكناي بتتعصب جدا وبتبدأ إن هي تهجم عليها بكل قوة، ورين في الوقت ده بيستغل الفرصة وبيطير علشان يقضي عليها، بس تانية بتاخد بالها وبتمسكهم هما الاتنين وبتلاعبهم دوخين يا لمونة وبترميهم في الجو، وبتستعد خلاص إن هي تديهم الضربة القاضية وهم طايرين في الهواء. بس طبعا رين ده البطل والمخرج مش عايزه يموت دلوقتي، فبينجح إن هو يتفادى الضربة هو وكناي، وبيقول لها وفريلي 3 دقايق بس وأنا هخلص عليه. كناي بتقول له خلصانة يا معلم، وبتروح على تانية وبتبتدي المعركة معاها. رين في الوقت ده بيبدأ إن هو يروض طائر موجود في السماء، وبعد ما بيخلص بيرجع على تانية بتقول له ها هتستعجل ونخش جولة مع بعض؟ رين بيقول لها لا انت مش من مستواي، انت هتدخلي جولة مع دول. وفجأة بتلاقي طيور كتير جاية من السماء وبتهجم عليها. فتانية بتقول له ايه اللي انت بعتهم دول يا حمادة؟ انت فاكر ان دول هيعملوا لي حاجة؟ وقبل ما تخلص كلامها بتتقلب على وشها على الأرض. رين بيقول لها الطائر ده القصة منه بتخدر الجسم كله وما تخليهوش يتحرك، وانت دلوقتي مش هتعرفي تحركي شعر حتى منك. تانية وقتها بتعترف بالهزيمة وكناية بتفرح قوي وبتطير على رين تحضنه. وبعدها بيروحوا على النقابة وبيبلغوهم ان هم خلصوا خلاص على الوحش اللي على الجسر. البت بتاع النقابة بتقول لهم عاش عليكم يا أبطال، هنديكم المكافأة بس بعد ما نتأكد الأول من ان انتوا خلصتوا على الوحش فعلا. وبتبص على تانية وبتقول له مين دي؟ تانية بكل فشخرة بتبتدي تعرف نفسها، بس رين بيلحقها وبيكتم بقها وبيقول للبت دي تبع انا ما تشغليش بالك. وبيطلعوا بره ورين بيبدأ يفهم تانية ان الناس دي لو عرفت ان هي الوحش مش هيسيبوها في حالها، وبيقول لها احنا كده مشوارنا خلص وانا مش عايز منك حاجة، الطريق اللي هناك ده هيوديك على بلد تانية جنبنا، حاولي تعيشي هناك بس ما تأذيش حد. تانية بتقول في نفسها الواد ده طيب قوي، وبتجي عليه وبتقول له بس انا هفضل معاكم ولا انت مش عايز تشوفني تاني؟ رين بيتصدم من كلامها وكناية كانت هتشيط وتولع، بس في الاخر رين بيوافق ان هي تكون معاه، وبيبدأ ان هو يفعل معاها العقد زي ما فعلوا مع كناية، والدنيا معاهم بتبقى 100 فل و10. على الناحية التانية بقى فرقة الأبطال بيكون معاها حكاية، وهي إنهم بيكون بقالهم فترة بيحاولوا يعدوا غابة الوهم بس مش عارفين. والبت الصفرا بتقول مش هين لو كان معانا دلوقتي كان روض الوحوش وخلانا نعدي في ثانية إلا ثانية. القائد أريوس ساعتها بيبتسم ابتسامة كده ما كانتش عجباني وبيقول وفيها إيه؟ ما نرجعه تاني، هو أصلا عيل مهزأ وما هيوافق يرجع لنا تاني، مش قلتلكم الضحكة دي مش مريحاني؟ في الوقت ده بقى رين وفريقه بيكونوا في مهمة في الغاب، والمهمة هي إنهم يقضوا على شوية حشرات صغيرة كده بتخلص على محصول الزرع، والحشرات دي بيكون سهل على أي حد إن هو يقضي عليها، بس المشكلة إن هي عددهم كبيرة جدا ومش سهل أي حد يوصل لهم. رين بيفضل شوية يدور عليهم بس في الآخر مش بيلاقيهم، وآخر ما بيزهق بيستدعي عصفور وبيدخل جوه وعيه وبيطير يدور عليهم، وبعد شوية لف بينجح إن هو يلاقيهم.
وأول لما بياخد فريقه وبيروح عليهم، تانية بتطلب من رين إن هو يضربهم بالنار. رين بيقول لها أنا مش هعرف أعمل كده، أنا مستواي ضعيف جدا ومش هعرف أعمل حاجة زي دي. تانية قالت له يا عم جرب، ما تشغلش بالك. وفعلا أول لما بيجرب بيلاقي نفسه ضرب نار كبيرة جدا وقضى على الحشرات كلها في ثانية إلا ثانية. تانية بتقول له يا باشا احنا من ساعة ما عملنا العقد وانت بقيت تملك نفس القوة اللي أنا بملكها. رين بيقول في نفسه ده كده عظمة قوي. وبعدها بتبدأ تانية إن هي تدربه على استخدام القوة، وكانت هتشد في شعرها منه بس في الآخر اتعلم. بعدها رين بياخدهم ويطلعوا على النقابة عشان يستلموا مكافأة القضاء على الوحوش، وبعدها بيقرر يروق عليهم وبيعزمهم على الأكل بمناسبة انضمام تانية ليهم، وكانوا طايرين من الفرح. كناي بتبدأ تسأل رين عن سر قوته في ترويض الوحوش. رين بيكون متردد شوية إن هو يتكلم، بس في الآخر بيقرر يحكي لهم على كل حاجة. وبيقول لهم القرية اللي أنا كنت عايش فيها وأنا صغير كانت مليانة مروضين وحوش، حتى أبويا وأمي برضه كانوا مروضين وحوش. وفي يوم سبتهم شوية وطلعت على الغابة علشان ابتدي اتدرب شوية وازود في قوتي، بس الوقت سرقني ومخدتش بالي غير والدنيا معتمة. وأول لما رجعت على القرية لقيتها كلها بتولع وكل الناس اللي فيها ماتوا. ما كنتش عارف أعمل إيه، ففضلت واقف مكاني لحد أما في جنود جم وخدوني، وخدتني إحدى العائلات وربتني، بس كنت بضطر إن أنا أشتغل كل يوم عشان أجيب رزق. وفي يوم أيوس وفرقة الأبطال شافوني وعرضوا عليا إن أنا انضم ليهم. كنت ساعتها فرحان جدا ومتنبئ بمستقبل باهر، بس للأسف طلعوا كانوا بيستغلوني، كانوا بيعاملوني زي العبد، أشيل وأحط في الحاجة بتاعتهم وأراقب لهم المكان وهم نايمين. وفضلت على الحال ده فترة بدون أي تغيير لحد أما جه في يوم طردني من الفرقة. وبعدها قابلتكم انتوا الاتنين. كناي وتانية وقتها ابتدوا إن هم يطبطبوا عليه ويواسوه بالكلام. رين بيسمع كلامهم وهو متأثر والدمعة كانت هتفرق من عينيه. كناي وتانية بيقولوا له بس يا معلم احنا لو شفنا فرقة الأبطال دي هنعمل معاها الجلاشة، وبيفضلوا يضحكوا واليوم بيخلص على كده. تاني يوم بقى بيكون عندهم طلعة عشان يقتلوا شوية غيلان. تانية وكناي بيكونوا بيتنافسوا مين اللي هيقتل غيلان أكتر. رين بيبدأ يحذر تانية وبيقول لها ما تتوغليش لجوه علشان ما يحصلكيش حاجة. تانية قالت له يا عم ما تقلقش، محدش يقدر يعمل لي حاجة. وفضلت تخلص على كل الغيلان ومحدش قادر يوقفها. بس فجأة غول بيمسك رجليها وبيوقعها على الأرض. تانية في ثانية إلا ثانية بتطلع نار من إيديها وبتخلص عليه، بس وهي مش واخدة بالها في غول بيطلع من وراها وكان خلاص هيقضي عليها، بس رين بيتدخل في آخر لحظة وبياخد الضربة في دراعه. تانية وقتها بتتضايق جدا علشان ما سمعتش كلام رين، وبعدها بيرجعوا للنقابة علشان يسلموا الأحجار وياخدوا المكافأة. بس تانية كانت واخدة ركن على جنب لوحدها وعمالة تأنب في نفسها وبتقول أنا السبب إن هو اتعور علشان ما سمعتش الكلام. وبتعدي من جنبها بنت صغيرة وبتقول لها مالك في إيه؟ تانية بتقول لها أنا غلطت غلط كبير. البنت بترد عليها وبتقول لها أمي كانت دايما تقول لي اللي بيغلط لازم يعتذر، وبعدها بتسيبها وتمشي. ريم في الوقت ده بيدخل عليها. تانية بتبدأ تعيط وبتعتذر وبتقول له حقك عليا إن أنا ما سمعتش كلامك وكنت سبب إنك تتعور. ريم بيقول لها أنت زعلانة عشان كده؟ ولا يهمك، حصل خير. الغلط مش إن إحنا نعمل الغلط، الغلط إننا نكرر نفس الغلط. خدي بالك المرة الجاية يمكن ما كنش معاك. تانية بتبدأ تتأثر بكلامه بس بتكون فرحانة إن هو مش زعلان منها. وبيرجعوا بعدها على البيت ويناموا وبرضه في أوضة واحدة عشان تقريبا مفيش في البلد غير الأوضة دي. تاني يوم ريم بياخد فريقه وبيروحوا يشوفوا المهمات اللي وراه، بس فجأة ريم بيبص قدامه وبيلاقي آخر حاجة هو نفسه يشوفها دلوقتي، فريق الأبطال واقف قدامه. ريم من الصدمة القطة كلت لسانه وما كانش عارف يتكلم. تانية وكناي مش فاهمين مين دول أصلا، فريم بيقول لهم يلا بينا من هنا. لسه هيتحركوا أريوس بيقول لرين على فين يا حبيبي، ولا نسيت العيش والملح اللي بينا؟ ما كانتش كلمة دي قلناها لك يعني يا عم رين، عديها. تانية وكناي وقتها بيفهموا إن دول فرقة الأبطال وبيتضايقوا جدا، وأريوس في الوقت ده بيركز معاهم وبيتصدم جدا إزاي اتنين من أقوى الفصائل ماشيين مع رين. رين بيقول له عايز إيه يا أريوس، مش فضيناها سيرة وخلاص؟ أريوس بيقول له بص يا سيدي أنت تعرف غابة الوهم صح؟ رين بيقول له أيوة عارفها. أريوس بيقول له إحنا بقالنا فترة بنحاول نعديها ومش عارفين، إحنا مفتقدينك ومفتقدين حد يخلي الوحوش تساعدنا ومفتقدين حد يشيلنا الأمتعة برضه. رين بيتعصب جدا وبيقول له تبقى عبيط لو فاكر إن أنت بالكلمتين دول هتخليني أوافق إن أنا أرجع لك.
يلا يا بنات نمشي من هنا، مش عايزين نضيع وقتنا. بس وهم ماشيين بنت من فئة الأبطال بتبدأ تكلمه وتقوله الغابة دي فيها ترس الحقيقة، ودي أداة مهمة جدا هتساعد القائد إن هو يهزم قائد الشياطين، وإنت لو موافقتش تساعدنا هتكون السبب في موت أرواح كتير. وطبعا هم بيقولوا له الكلمتين دول علشان عارفين إن هو طيب وعايزين يمسكوه من إيديه اللي بتوجعه. وفعلا رين ساعتها بيتأثر من كلامها وبيتضايق جدا، وقال لهم أنا موافق إن أنا أجي معاكم. بس في الوقت ده الظاهر إن تانيا وكناي ليهم رأي تاني. كناي بتقول لهم انتوا هزقتوه من فترة وطردتوه وجايين دلوقتي تطلبوا مساعدته، بس اللي يطلب حاجة يطلبها باحترام، اركعوا دلوقتي واعتذروا له. عظمة على عظمة يا كناي. أيوس ساعتها بيتعصب جدا وبيقول لها انت فاكرة ان قائد زيي هيعتذر لعيل خيخة وتافه زي ده؟ تبقي بتحلمي. وانت يا عمرين لم حشراتك دي، هم من أقوى الفصائل بس في الآخر حشرات وممكن أفعصهم برجلي. رين بيتضايق جدا ومن غير ما يقول ولا كلمة بيديله بالبوكس وبيطيره في الهواء، وبيقول له الاتنين دول تبعي ولو غلطت فيهم هوريك اللي عمرك ما شفته. أيوس ساعتها بيتعصب جدا من كلامه وبيقول له طب بص بقى يا عمرين، احنا هندخل تحدي فريقك ضد فريق واللي هيخسر يبقى ملك للتاني. رين بيقول له اتفقنا، وبتبدأ المعركة. كناي هتواجه واحد أقرع كده وبسيف، وتانية هتاخد بنتين كده وتتسلى بيهم، ورين بقى حكايته هتبقى مع القائد أيوس. تفتكر بقى مين اللي هيكسب التحدي ده والفريق التاني يبقى ملك ليه للأبد؟ وقفنا المرة اللي فاتت بعد ما القائد أيوس اتفق هو ورين إنهم يدخلوا قتال مع بعض، واللي هيكسب هو اللي هيملك الفريق التاني، وبتبدأ المعركة. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لنا اللايك الجميل والكومنت اللذيذ وتشترك في القناة، وما تنساش إن دعمك ده هو اللي بيحمسنا علشان نكمل. وما تنساش برضه تشوف الجزء الأولاني من الملخص واللي هسيبهولك في أول كومنت. وبس كده يلا بينا. القتال هيبدأ كالتالي. كناي هتواجه الراجل الأقرع أبو سيف ده، وتانية هتتكفل بالبنتين دول. أما نهائي الشامبيونز بتاعنا بقى هيكون بين رين والقائد أريوس. يا ترى مين اللي هيحط على التاني ويملكه للأبد؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي. كناي ما بتستناش وبتهجم على الواد بكل قوتها ومن كل حتة، والواد مش عارف يعمل معاها أي حاجة، بس مرة واحدة بيجمع كل قوته وبيحاول يهجم عليها، بس كناي بتصدها بطراطيف صوابعها. الواد بيتعصب جدا وبيبتدي يجمع قوة رهيبة في السيف بتاعه. كناي بتبصله بكل استهزاء وبتطير عليه وهوب دبل كيك بتشقلطه في الهواء. نروح بقى لتانية اللي بتبدأ تستفز في البنتين وبتقول لهم هتعرفوا تسدوا معايا ولا هتفرهدوني على الفاضي. العيال بيتعصبوا جدا وبيهجموا عليها بكل طاقتهم، بس تانية بحركة واحدة من صابعها بتصد هجماتهم. العيال اتصدموا جدا. تانية بتضحك عليهم وبتقول لهم ايه يا بنات ما تشدوا حيلكوا كده شوية. العيال اتعصبوا اكتر وبدأوا يهجموا عليها بتعويذ كتيرة من كل حتة، بس كل ده بدون فايدة، وتانية برضه بتصدها بكل سهولة. البنات بدأوا يكرروا هجماتهم تاني بس برضه بدون فايدة، وبيقعوا على الأرض ومش عارفين يعملوا ايه معاها. تانية بتقول لهم أبدأ أنا بقى، وبتبدأ تفعل التعويذة بتاعتها وبيخرج حواليها طاقة كبيرة. العيال أول لما بيشوفوا المنظر بيترعبوا جدا ودمهم بينشف في جسمهم، بس تانية ما بتقدرش تكمل هجومها عليهم وبتقول لهم كفاية عليكم كده. وبكده ما بقاش فاضل غير قتال رين وأريوس. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ بس قبل ما نشوف اللي هيحصل انا حاسس كده ان انت لسه محطتش اللايك، ما تحط اللايك يا اخي. أريوس بيبدأ يستفز رين وبيقول له ودع حبايبك بقى علشان هنخلص عليك دلوقتي، بس رين ما بيخليهوش يخلص كلامه وبيديله بوكس وبيطيره. أريوس بيتعصب جدا وبيبدأ ان هو يهجم عليه بالسيف بتاعه، وطبعا هو ماهر جدا في استخدام السيف فبيقدر ان هو يصيب رين. بس طبعا رين ده البطل بتاعنا فان شاء الله هيقدر يسد قدامه. رين فجأة بيديله بوكس في بطنه وبيوقعه على الأرض. أريوس لسه ما فاقش من البوكس الأولاني، رين بيديله بوكس تاني. أريوس مصدوم جدا وبيقول له انت جبت القوة دي كلها منين؟ رين بيقول له دي قوتي اللي انت استهزأت بيها، اتفرج بقى واستمتع باللي هعمله فيك. وهوب بيديله ضربة وبيطيره. أريوس اتعصب جدا وبيستخدم تعويذة البرق وبيهجم بيها على رين، بس رين بيصدها بسهولة وبيهجم عليه بالتعويذة اللي اكتسبها من تانية. أريوس بيقول له التعويذة دي مش هتسد معاك مع اللي عامله فيك دلوقتي، وبيبدأ ان هو يهجم عليه بكمية تعويذ رهيبة جدا. رين بيفادي كل هجماته بس بصعوبة، بس شكله كده بيعمل لأريوس كمين. أريوس لسه هيبتدي الهجوم تاني بيلاقي نفسه واقع على الأرض. رين بيقول له انت نسيت ان انا مروض وحوش ولا ايه؟ وبنعرف ان رين كان سايب أريوس يضربه بمزاجه وكان مركز مع الحشرة دي وخلاها تراسه.
ايوس ساعتها بيقع على الارض وبيبدأ ان هو يتوسل لين انه يعفو عنه. لين قال له انت غلطت في صحابي ودي حاجة مش ممكن اسامح فيها ابدا، وهوب بيديله بوكس بيكسر بيه الارض تحتيه. تانيا وكناي بيفرحوا بيه جدا وبيجروا عليه يحضنوه، وتانيا بتجمع فرقة الابطال وبتخليهم كلهم يعتذروا لرين. ايوس بعدها بيبدأ يحكي لرين عن ترس الحقيقة، واللي بيكون موجود في غابة اسمها غابة الضياع، وبيقوم على حمايته وحش كبير. رين بيقول له ما تشغلش بالك، سيب موضوع الوحش ده عليا. وفعلا بياخد البنات ويطلعوا على الغابة علشان يجيبوا الترس. تانية قالت لرين احنا نحرق الغابة كلها علشان نعرف نلاقي الترس بسهولة، بس رين طبعا رفض، وبيستدعي عصفور وبيدمج نفسه جوه دماغه وبيروح يدور على الترس. وفعلا بيعرف المكان وبيرجع للبنات علشان يمشوا في طريقهم للترس. بيفضلوا ماشيين لفترة كبيرة بس بيلاقوا نفسهم بيلفوا في دايرة وعمالين يرجعوا لنفس المكان تاني. تانية بتقول لهم أنا حاسة كده إن في حاجة غلط، فبتقرر إن هي تستدعي تعويذة كبيرة علشان تعرف المشكلة جاية منين. التعويذة بتوديهم لمكان شجرة كده، وبتكون الشجرة دي هي السبب إن هم عمالين يلفوا في دايرة مقفولة. تانية بتقول له الشجرة دي هي اللي بتعمل فينا كده ولازم نكسرها. كناي بتقول لهم سيبوا حوار تكسير الشجرة ده عليا أنا، وبتاخد وضعيتها وبتستعد خلاص إن هي تكسر الشجرة. بس مرة واحدة بتسمع صوت بيزعق فيهم وبيقول لهم امشوا من هنا. كناي بتترعب جدا وبتروح تستخبى ورا رين، وبيبصوا بيلاقوا جنية طالعة لهم من الشجرة. كلهم واقفين مصدومين ومش مصدقين. رين بيحاول يتكلم معاها بس هي ما بتسمعلوش وبتقول له امشوا من هنا، فبيحاول يفهمها تاني ان هما بيدوروا على ترس الحقيقة، برضه ما بتسمعلوش وبتقول له امشوا من هنا. رين لسه هيتكلم تاني لقى الجنية بتحاول ان هي تهجم عليه، فبياخد البنات وبيقولوا يا فكيه. بيفضلوا يجروا لحد ما بيوصلوا للغابة وهم مش مصدقين اللي هم شافوه، وبيقعدوا يفكروا هم هيعملوا معاها ايه، لحد ما ريم بيقرر ان هم يرجعوا للجنية دي ويتكلموا معاها تاني. ريم فعلا بيرجع للجنية وبيتكلم معاها ويقول لها حاولي تسمعيني وشوف انا عايز اقول ايه. لكن الجنية كانت متعصبة جدا وقالت له انت شكلك عايز تدفن مكانك. رين قال لها احنا مش جايين نعمل مشاكل، احنا جايين نتكلم بكل هدوء. بس البت ما بتسمعلوش وفعلا بتفعل تعويذة وبتهجم عليه، بس رين بيفضل ثابت مكانه وما بيتحركش. الجنية استغربت جدا وقالت له هو انت ما جريتش ليه؟ رين قال لها ما جريتش علشان انا جاي اتكلم معاكي. البت اتعصبت اكتر وفعلت تعويذة اكبر وهجمت عليه تاني، بس المرة دي التعويذة كانت فعلا هتقضي عليه. بس تانيا وكناي الصديق وقت الضيق بيلحقوه في اخر ثانية. الجنية اول لما لقيتهم بيضحوا بحياتهم علشانه قامت لغت التعويذة بسرعة وسألتهم انتوا بتعملوا عشانه كده ليه؟ البنات بيبدأوا يفهموها انه طيب وجدع وغلبان وما يستاهلش اي حاجة وحشة تحصل له. الجنية بتقتنع بكلامهم وبتروح على رين علشان تعتذر له، وبيبدأوا يتعرفوا على بعض وبيقعدوا علشان يتكلموا. رين بيبدأ يحكي لها هما جايين هنا يعملوا ايه. البنت بتفهم ان هما جايين علشان ترس الحقيقة، وبتقول له الترس ده موجود في قرية الجنيات بتاعتنا، وانا عاملة حواليها حاجز يحميها، ومش هسمح لأي حد ان هو يدخلها ولا حتى انتوا، بس انا ممكن اروح واجيب لكم الترس لحد هنا. العيال بيشكروها وبيقولوا لها تمام مستنيينك، وفعلا بتروح تجيب لهم الترس وترجع على طول. البت بتقول لهم يلا مش خدتوا اللي انتوا عاوزينه، امشوا من هنا. ريم بيشكرها وبياخد الترس والبنات وبيمشوا. بس البت واضح ان هي كانت عايزه تقول لهم حاجه بس منعت نفسها. بس طبعا رين حس بيها ورجع لها، بيقول لها مالك في ايه، احكي لي اللي جواكي. البت بتبدا تحكي له ان ليها اخت توأم اسمها رونا، احنا الاتنين كنا واقفين مع بعض هنا علشان نحمي القريه بتاعتنا، بس في يوم واحنا واقفين طلع لنا وحش من جيش ملك الشياطين وهجم علينا. حاولنا ان احنا نهجم عليه عشان نتخلص منه، بس للاسف كان اقوى منا وقضى علينا. بس على اخر لحظه رونا ضحت بنفسها علشان انا افضل عايشه، وخلتني انا هربت على طول، وهي دلوقتي محبوسه عنده وانا مش عارف اعمل حاجه. وبعدها رحت لكبير القريه علشان يساعدني بس رفض ان هو يساعدني، وانا دلوقتي مش عارف اعمل ايه، ومش عارفه برضه افضل قاعده كده وانا مش عارفه احمي اختي. ريم بيقول لها ما تقلقيش من اي حاجه، احنا هنحاول نرجع لك اختك وتتجمعوا ببعض تاني. البت بتتبسط جدا وبتترمي في حضنه وهي عماله تعيط. وفعلا ريم بيجمعهم كلهم علشان يحطوا خطه يقدروا بيها ان هم ينقذوا رونا من الوحش الكبير ده. وقفنا المره اللي فاتت بعد ما رين عمل اجتماع هو وسورة والبنات علشان يروحوا ينقذوا اختها. بعد ما بيخلصوا سورة بتفضل في الغابة علشان تحميها، ورين بياخد البنات ويطلعوا على المكان اللي فيه الوحش. أول لما بيوصلوا على المكان بيلاقوا الوحش قاعد ورونا مربوطة بسلاسل ومتعلقة جنبه.
رين ما بيستناش وبيهجم على الوحش بكل قوة هو والبنات، بس للأسف ولا ضربة أثرت فيه، وبيعرف إن هما جايين علشان يحرروا رونا، فبيقرر إن هو يخلص عليها، وخلاص كان هيقضي عليها، بس على آخر لحظة تانية بتتدخل وبتنجح إن هي تنقذها. الوحش ساعتها بيتعصب جدا، وبيبدأ إن هو يفعل قوة كبيرة يدمر بيها المكان كله، بس رين طبعا مش هيسيبه ومش هيسكت، وبيفعل تعويذة يعوض بيها شوية حشرات يلهي بيها الوحش. وبيقول لكناري بعد ما خلص التعويذة عايزك تقضي عليه بضربة واحدة. كناري بتقول له بس هي ضربة واحدة هتقتله؟ رين قال لها اعملي بس اللي بقولك عليه، وبيبدأ يفعل تعويذة قوية. كناري جسمها بيبدأ ينور، وبتبدأ إن هي تهجم على الوحش، وهوب بضربة واحدة دبل كيك بتشقلطه وبتخليه يختفي تماما من الوجود. تانية بتيجي وبتقول لرين ايه يا عم التعويذة الجامدة اللي انت عملتها دي؟ رين بيقول لها خدي بالك دي أقل حاجة عندي، وبيفرحوا جدا باللي هم عملوه. وبعدها بيرجعوا رونا لأختها اللي أول ما بتشوفها بتفضل تعيط وهي واخداها في حضنها، وبيبدأوا هما الاتنين يروحوا لرين ويشكروا على اللي عملوا معاهم، وبيقرروا كمان إن هما يسيبوا المكان ويمشوا معاه علشان مش هيعرفوا يسامحوا الناس اللي تخلوا عنهم. بس للأسف هما ما يعرفوش أي حاجة بره. كناري في الوقت ده بتقترح عليهم إن هما ينضموا للفريق بتاعهم. البنات بيوافقوا، ورين هو كمان ما بيعترضش، وبيطلبوا منه إن هو يعمل عقد معاهم. رين بيتردد علشان مش عارف يعمل عقد إزاي مع الجنيات، بس تانية بتقوله جرب يا عم، هو أنت هتخسر حاجة؟ وفعلا رين بيبدأ إن هو يركز طاقته، وبينجح فعلا إن هو يوصل لحل ويعمل العقد معاهم. وبكده الفريق بيكبر وبقى مكون من تانية وكناري وصورة ورونا، وطبعا على راسهم المعلم رين. رين بعدها بياخد تيس الحقيقة ويطلع على فرقة الأبطال ويسلمه له. أريوس أول لما شافه كان مصدوم جدا ومستغرب، وبيقول له ازاي قدرت تجيب التيس بالسرعة دي؟ أكيد التيس اللي انت جايبه ده تيس مزيف. بس واحدة من فرقة الأبطال بتعمل تعويذة وتكشف على التيس، وبتعرف إن هو حقيقي مش مزيف. أريوس كان هيولع وهو قاعد مكانه. رين بياخد المكافأة وبيسيبهم ويمشي، وبعد ما بيمشي أريوس بيكون متضايق جدا، وشكله كده لسه شايل منه من ساعة العلقة اللي اداها له، وبيتوعد له إن هو مش هيسيبه في حاله. تاني يوم رين بيكون قاعد مع البنات وبيقول لهم احنا جمعنا فلوس كتير قوي من المهمات اللي عملناها، وجي الوقت ان احنا نصرفها. تانية بتقترح عليه انه يجيب له سلاح حلو كده ومحندق عشان يطلع بيه المهمات. رين بيرحب جدا بالفكرة، وبياخد البنات ويطلعوا على الحداد علشان يشتروا السلاح. وبيوصلوا على مكان الحداد واللي كان باين عليه ان هو مش طايقهم. رين بيبدأ يدور على السلاح المناسب، بس بيحس بحاجة كده غلط في المكان ده. في الوقت ده بيدخل زبون على الحداد وبيديله فلوس مقابل سلاح قوي جدا. الحداد بيطلع سيف وبيديهوله. بعد ما الزبون بيمشي رين بيروح على الحداد وهو متعصب وبيقوله السيف اللي انت اديتهوله ده مش تمام، انت عندك أسلحة أحسن منه بكتير، ليه ضحكت عليه واديت له السيف ده؟ الحداد في الوقت ده فرح جدا انه اخيرا لقى حد بيفهم في الأسلحة، وبدأ يحكي لرين عن السبب، وبيقول له انا اي سيف بعمله بعتبره عيل من عيالي، ومش عايز حاجة غير إن هم يكونوا مع شخص فعلا يستحقهم، وكمان أنا عندي أسلحة قوية جدا تعبت فيهم جدا وأنا بعملهم. رين قال له طب أنت مخبيهم ليه؟ الحداد قال له أنا في الأول أي حد كان عايز سلاح كنت بديله، بس بعدها كنت بلاقيهم رامين السيوف دي في الشارع وعايزين يشتروا بها. هم مش فارق معاهم قوة السلاح، هم كل اللي عاوزينه إن هم يكون معاهم سلاح يتمنظروا بيه. رين بيفهم كلام العجوز وبيقول له أنا عايزك بقى تعمل لي سلاح من الآخر. الحداد بيقول له ماشي، بس إحنا عندنا مشكلة صغيرة جدا. رين بيقول له مشكلة إيه؟ الحداد بيقول له هي بس المادة اللي بصنع بيها الأسلحة مش موجودة عندي. رين بيقول له طب نجيبها منين؟ الحداد بيقول له أنا في منجم كنت بجيب منه المادة دي، بس للأسف ما بقتش بجيب منه حاجة، وشاكك كده إن في حد بيسرقني. رين بيقول له طب وهنعمل إيه دلوقتي؟ الحداد بيقول له دي مهمتك بقى يا بطل، تروح المنجم وتكتشف لي ايه اللي بيحصل هناك. رين بيقول له اتفقنا، وبيسيبه ويمشي. اول لما بيوصلوا على المنجم رين بيلاحظ وجود طائر غريب بيطير فوقيهم. لسه ما خدوش نفسهم بيلاقوا 2 طالعين من المنجم وهيهجموا عليهم، بس يا عيني العيال ما بيلحقوش يعملوا حاجه، وكناري وتانية بيجيبوهم في شويه. سورة ورونا وقتها بيفعلوا تعويذه علشان يعرفوا مين اللي جوه المنجم، وبيعرفوا ان في جوه 5 اشخاص هم اللي بيسرقوا المنجم. رين بيقول لهم يعني كده فاضل 3 جوه بعد ما خلصنا على 2 منهم، بس ال3 اللي جوه في منهم مروض وحوش، شكلها كده الحوار ده مش سهل، فخدوا استعدادكم. اول لما بيدخلوا المنجم العيال اللي جوه بيبداوا يهجموا عليهم بالنار. سورة ورونا بيبداوا يستخدموا قوتهم ويصدوا الضربات بتاعتهم. العيال بيبداوا الهجوم تاني، بس تانية وكناري بيجيبوهم في شويه.
رين وقتها بيوصل على الواد مروض الوحوش وبيقول له استسلم أحسن لك بهدوء وما تتعبنيش معاه. بس الواد شكله مطاشم وما بيسمعش وبيهجم على رين، بس رين بيديله بوكسة في بطنه وبيكومه على الأرض. الواد بيتعصب جدا وبيقول ما بدهاش بقى، وبيبدأ إن هو يفعل تعويذة والكل بيسمع صوت وحش داخل عليهم. رين أول لما بيشوف الوحش بيتصدم جدا وما بيكونوش مصدقين هو ازاي الواد روض الوحش ده. رين بيقول له انت عملت كده ازاي؟ الواد بيقول لرين انا لقيته وهو صغير وربيته، عشان كده هو ما عندوش اي مشكلة معايا، واجهز بقى علشان هيخلص عليك دلوقتي. الوحش بيهجم على رين ورين بيحاول ان هو يفادي هجماته، بس المشكلة ان المنجم بيتكسر فوقيهم. رين في الوقت ده بيطلب من كناي ان هي تخرج الناس بره. كناي بتقول له ماشي وبتخرج فعلا الناس، وبيفضل رين جوه مع الوحش وبرضه عمال يحاول يفادي ضرباته بس مش عارف. كناي في الوقت ده بتطلب من تانية ان هي تخلي بالها من الناس وهي هتدخل لرين، وفعلا اول لما بتدخل بتنجح ان هي تنقذه على اخر لحظة من تحت الوحش. رين بيقول لها بصي اعملي اللي انا هقولك عليه دلوقتي، وبيقول لها احنا مش هنعرف نهزم الوحش ده غير لما نهزم مروض الوحش نفسه الاول، فعلشان كده انا ههجم على الوحش وانت هتخلي مروض الوحوش يلغي تحكمه عليه. كناي بتقول له قشطه اتفقنا، وفعلا رين بدأ ان هو يهجم على الوحش وفي نفس الوقت يفادي ضرباته، وكناي هي كمان بتنجح ان هي تمسك الواد وتثبته. رين بيقول للواد ها يا ابني خلصني استسلم. الواد قال له مش هيحصل، وأمر الوحش ان هو يهجم بقوه اكبر على رين. رين في الوقت ده ما بقاش عارف يعمل اي حاجه، والمنجم من كتر الهجمات شكله خلاص هيقع عليهم. رين في الوقت ده بتجيله فكرة ان هو يروض الوحش ده مكان الواد. هي فكرة مستحيلة بس ما قداموش حل غير كده، وفعلا رين بيقف مكانه وخلاص الوحش كان هيقضي عليه. كناي اترعبت جدا، بس مرة واحدة الوحش سبت ووقف مكانه. يا ترى ايه اللي حصل؟ هو اللي جه في بالك، رين نجح ان هو يروض الوحش. الواد اتصدم جدا وقال لرين انت عملت ايه؟ انا اللي مروض الوحش ده ومحدش يقدر يروضه غيري. وبيبدأ ان هو يدي اوامر كتير للوحش علشان يهجم على رين، بس السحر بيتقلب والوحش بيهجم عليه هو علشان يقتله. بس في اللحظة دي رين بيتدخل وبينجح ان هو يقضي على الوحش بضربة واحدة. رين بيقول للواد الاوامر الكتير اللي انت اديتها له دي كانت هتخليه يقلب عليك ويقتلك انت، تعال نقعد قعدة حلوة كده واحكي لي ايه اللي حصل. الواد بيطلع مع رين وبيبدأ يحكي له ان الحداد ادالهم اسلحة رديئة قبل كده هو وكل اللي معاه، والأسلحة دي كانت بتجلي معاه في المهمات، وعرف إن الحداد بيضحك عليه، وعلشان كده قرر إن هو ينتقم منه ويسرق المنجم بتاعه. رين بعد ما بيسمع الواد بيطلع على الحداد وبيحكي له كل اللي حصل. الحداد ساعتها بيحس بغلطه وبيقرر إن هو يعمل أسلحة قوية لكل الناس، ورين بيبدأ يقوله على مواصفات السلاح اللي هو عايزه، والدنيا بتبقى 100 فل و10. على الناحية التانية بقى أريوس كان عامل مسابقة للتقديم على فرقة الأبطال. ناس كتيرة جدا بتروح تقدم بس ما بيوافقش على ولا واحد فيهم، لأنه عاوز واحد زي رين بالظبط. البت اللي معاه بتقوله ما تقارنش بحد برين لأن انت مش هتلاقي زيه. أريوس بيتعصب عليها جدا فالبت بتسيبه وتمشي، وبعد ما بتمشي أريوس بيطلع خاتم ملعون من الدرج بتاعه وبيبدأ يقول أنا مش هسيبك يا رين وهخلص عليك في أقرب وقت. وبكده نكون خلصنا لحد النهاردة، استنونا ومش هنأخر عليكم. الحلقة دي كتبها وسجلها ومنتجها وحط لها الحركات والتكات الألدغ اللي كان بيحكي لكم القصة. سلام.